حفرت في المكان ده ممكن الاقي اثار. اجرب احفر. لا يا عم مش هحفر، مش هحفر عشان خاطر انا ممكن لما احفر ملاقيش اثار ولا واحد ميت. مش هحفر لا. تكملة لمرحلة الاكتشاف. بصوا يا جماعة، انا كل شوية عمال اكتشف في مكان برضه. الاماكن مش عايزة تخلص. بسم الله. شايف؟ مش عارف باين في الفيديو ولا لا، بس اتمنى يكون باين يعني. كل دي اماكن. تحس ان المكان ده لسه في مكان تاني ما اكتشفوش لسه، يعني تحس ان المكان ده مش كامل. بصوا يا جماعه، ده سلم، بس طبعا عشان اطلع السلم ده الوضع ده صعب، بتزحلق كل ما اطلع اتزحلق. نحاول. بسم الله. مش عارف باين ولا لا. طبعا الفيديو حاجه ولما تيجي هنا حاجه تانية. مكان بجد يقال ان المكان ده كان من ضمن عجائب الدنيا السبعة. ده ممر تاني غير اللي انا كنت فيه. شايفين؟ كل شوية عمال اكتشف مكان. المكان ده انا اول مرة ادخله، بقالي في المكان هنا تقريبا نص ساعة او اكتر. المكان حرفيا كله متاهات، متاهات وسراديب وانفاق. زي ما قلت لكم، اللون الاخضر ده، اللون الاخضر ده زمان كانوا بيعتقدوا ان اللون الاخضر والاحمر هي الوان الجنة. شايفين يا جماعة؟ مش عارف ده ممر ولا ايه. بسم الله. مكان بجد مخيف. لو حد بقى سأل على الخشب ده بتاع ايه، الخشب ده قبل ما يشيلوا المية اللي كانت هنا، الكلام ده قريب يعني تقريبا لحد 2017، كانوا بيحطوا الخشب ده عشان خاطر الناس تمشي من عليه، لان المكان نفسه كان مليان مية، مكانش حد بيعرف يدوس على الارض. شايفين؟ ايه العظمة دي يا جماعة؟ لا بجد عظمة 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 عظمة. مكان كل تفصيلة فيه بحكاية. مكان مليان حكايات، مليان حكايات وأسرار. المرحلة الأولى دي مدخل المقبرة الأساسية. التابوت بينزل من فوق، بيعدي بيخش من هنا الفتحة دي، فهو بينزل من فوق، ينزل من فوق من هنا، بينزل تحت، يعدي الفتحة دي، وزي ما قلت لكم تكملة للترتيب بيعدي من هنا اهو،
ويعدي من الفتحة دي، الفتحة دي في فتحة تانية قصادها اهي، ويعدي ويكمل ويتدفن هنا مكان المقابر. المعلومات دي اللي انا قلتها في الفيديو كله تكاد تكون صحيحة وتكاد تكون خطأ، يعني اكيد هيبقى في منها معلومات غلط واكيد منها معلومات صح، بس في حاجات انا قلتها استنتاج يعني من اللي انا فيه هنا، وفي حاجات او معلومات انا عرفتها من قبل ما اجي المكان، على شوية معلومات بتتقال قدامي، لان في كل ما تمشي هتلاقي مرشد سياحي واقف مع سياح وبيشرح لهم الوضع هنا. ما عادش فيه سرداب ما دخلناهوش، دخلنا السراديب سردوب سردوب، ودخلنا الانفاق نفق نفق. كده يا جماعة خلصنا الفيديو بتاعنا وغطينا المكان كله الحمد لله. تعالوا يا جماعة سراديب الموتى. الأماكن دي هل كانت موجودة فوق زي ما هي كده، ولا كان مردوم عليها، ولا الأماكن دي كانت تحت وهم طلعوها؟ مش عارف. دي مقبرة الورديان. اللي أنا فهمته إن المقابر دي اللي بره، أو الأماكن اللي هي اللي بره دي، الأماكن دي اكتشفوها قبل المقبرة اللي هي سراديب الموتى اللي احنا كنا فيها دي. يعني الأماكن دي اكتشفوها سنة 1889. بس